بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في اختبار تراكمي رقم 1 على الدرس الأول في الجبر الوحدة الأولى. السؤال الأول هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. المعكوس الجمعي للعدد -2 على 3 أس صفر. مبدئيا كده أنا أي حاجة أس صفر بواحد، يعني هنا الناتج بتاع العدد ده كده اللي هو -2 على 3 أس صفر ده كده بواحد. يبقى أنا كده أجيب المعكوس الجمعي للواحد، ولما أقول معكوس جمعي يعني أنا بغير الإشارة. العدد لو كان بالموجب بيبقى بالسالب، ولو كان بالسالب بيبقى بالموجب. طبعا الواحد دي بالموجب، فلما أجي أقلب الإشارة أو أغير الإشارة فهيبقى -1. المعكوس الضربي للعدد -1 أس 3. طبعا أول حاجة أنا لازم أفك ده. العدد هنا بالسالب ولكن الأس فردي فينزل السالب، وواحد أس 3 معناها إن أنا أضرب الواحد في نفسه 3 مرات بواحد. طب السالب واحد ده لما أجي أجيب المعكوس الضربي، خلي بالك كده معايا في فرق ما بين المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي. يعني أنا مثلا لما يكون عندي عدد وحابب إن أنا أجيب معكوسه الضربي، المعكوس الضربي بقلب الكسر. يعني مثلا لو كان أنا عندي 5 على 7 يبقى أقلب الكسر ده يبقى 7 على 5. طب ولو كان بالسالب ماليش دعوة بالإشارة. طب لو كان عندي مثلا 3 على 8 فعشان أجيب المعكوس الضربي هيبقى 8 على 3. العدد الذي ليس له معكوس ضربي هو الصفر، فهنا عايز المعكوس الضربي. طبعا السالب واحد ده طبعا مقامه كأنه مقامه واحد، يبقى لما اجي اقلب 1 على 1 لما اقلبه هيبقى 1 على 1 برضه بواحد. وما تنساش ان انا معايا السالب، يبقى -1. طب هو مش مديني مباشر في الاختيارات -1، يبقى ابدا اجرب. عندي هنا الاختيار الاول -1 أس 3، عندي هنا العدد بالسالب والأس فردي فينزل سالب، و1 أس 3 بواحد. هو ده -1، هو نفس الناتج اللي انا جبته المعكوس الضربي، يبقى اختار الاختيار رقم ألف. 64% يساوي 4 على 5 أس نقط. 64% ادي 64% لما اجي اخليها في صورة بسط ومقام فهتبقى 64 على 100. لو حبيت انا ابسط ال 64 وابسط ال 100 هلاقي ان ال 64 وال 100 هم الاتنين بيقبلوا القسمة على 4. 64 على 4 فيها 16، و100 على 4 فيها 25. طب ما هي مستر هنا ال 16 ديت عبارة عن 4 في 4، وال 25 عبارة عن 5 في 5. يعني أنا ضربت الأربعة دي مرتين وضربت الخمسة مرتين، يعني أنا ممكن أقول 4 على 5 الكل أس 2. ليه؟ لأن ال 16 عبارة عن 4 في 4، وال 25 عبارة عن 5 في 5، يبقى 4 على 5 الكل أس 2. فطبعا هنا هو كاتب 4 على 5، يبقى مش ناقص في الحل ان انا اكتب هنا فوق الاس كده 2 واختار الاجابة رقم ب. الفقرة رقم 4 بيقول لي 2 صاد أس 3، ومديني اختيارات. طبعا يا ولاد الأس 3 ده على القوس كله، ومعنى ان على القوس كله يبقى الاتنين دي تاخد نصيبها من التلاتة. يعني التلاتة لما تبقى فوق الاتنين هتبقى 2 أس 3. يعني بقى انا اصح بوزع التلاتة ده مرة على الاتنين ومرة على الصاد. أس 3 راحت للاتنين بقت 2 أس 3 صاد أس 3. طبعا هنا أنا عندي 2 أس 3 لما أجي أفكها الاتنين مضروبة في نفسها 3 مرات ب8، ومعايا صاد أس 3. أختار الاختيار رقم ب. رقم 5 بيقول لي إذا كان أ بيساوي ب فإن 4 على 5 أس أ ناقص ب. طالما الألف بيساوي الب يبقى هعتبر مثلا لو اعتبرت إن الألف ب5 طب ما هتبقى الب ب5. طب لو اعتبرت ان الالف ب3 طب ما هتبقى الب ب3. اي حاجتين شبه بعض لما اجي اطرحهم يديني صفر. يعني معنى كده ان ال4 على 5 دي اس صفر. ليه؟ ما احنا قلنا لو اعتبرت ان الالف ب5 هتبقى الب ب5، ف5 ناقص 5 صفر. لو اعتبرت ان الالف ب3 هتبقى الب ب3، 3 ناقص 3 صفر.
وأي عدد أس صفر أو أي حاجة أس صفر بواحد يبقى أختار الاختيار رقم د هو الاختيار الصحيح اللي هو واحد. نيجي بعد كده للفقرة رقم 6، بيقول لي سالب واحد أس 13 وهنا سالب واحد أس 12 ومديني اختيارات، عايزنا أختار أكبر أصغر يساوي أكبر من أو يساوي. العدد هنا بالسالب والأس فردي يبقى هينزل سالب، والواحد ده لو ضربته 13 مرة هيطلع بواحد. العدد هنا بالسالب والأس زوجي يبقى يطير السالب، يبقى السالب ده كأنه مش موجود، هيبقى واحد أس 12، يبقى واحد ده مضروب في نفسه 12 مرة فهيبقى واحد. يبقى أنا معايا كده سالب واحد ومعايا واحد، هنا عدد بالسالب وهنا بالموجب، يبقى العدد اللي هو بالسالب دايما بيكون أصغر من الموجب، يبقى أختار الاختيار رقم ب. سالب نص أس 2 ناقص سالب نص أس 3، دي مسألة طرح مفيش أي مشاكل فيها. كل اللي أنا بعمله إن أنا طبعا هنا السالب ده مش هيبقى موجود لأن الأس هنا زوجي، فهضرب الواحد مرتين بواحد وهضرب الاتنين في نفسه مرتين بأربعة ناقص السالب ده طبعا عشان خاطر الأس هنا فردي فهينزل سالب، والسالب ده مع السالب ده يديني موجب، وهضرب الواحد في نفسه 3 مرات بواحد لأن واحد في واحد في واحد بواحد، واتنين في اتنين في اتنين ب8. هو أنا عشان خاطر أجمع أنا ممكن أوصل الأربعة دي كده اللي هو المقام أوصله لل8 بإن أنا أضرب هنا في 2 عشان يبقى 8 زي المقام ده، بس زي ما ضربت في 2 في المقام أضرب في 2 في البسط. تمام. واحد عايز يعملها بالآلة الحاسبة مفيش مشاكل، واحد عايز يشغل دماغه زي ما أنا قلت لكم كده، بمسك المقام الصغير بأوصله للمقام الكبير. المقام الصغير 4 عشان أوصله لل8 فأنا بضرب في 2، بس زي ما ضربت في 2 تحت أضرب في 2 فوق، يبقى هنا هيبقى معايا إيه؟ 1 في الاتنين ب2 ومعايا كمان 4 في الاتنين ب8 زائد 1 على 8 اللي هو الكسر الثاني. أصبح عندي الكسرين عبارة عن 2 على 8 زائد 1 على 8. هنا المقامات شبه بعض فأنا باخد مقام واحد منهم، يعني هنا المقام 8 وهنا المقام 8 فأخدت 8 وأجمع البسط مع البسط 2 زائد 1 يديني 3، يبقى الناتج هيبقى معايا 3 على 8 الاختيار رقم ج. رقم 8 ودي آخر فقرة في السؤال الأول اللي هو اختر. بيقول لي هنا إذا كان أ أس 26 زائد أ أس 27 بيساوي صفر فإن أ، والله أنا ممكن أجرب اختيار. لو شلت الألف دي أو الألف دي وحطيت مكانها واحدة كده، أدي الفقرة رقم 8. لو شلت الألف وحطيت مكانها 1 اللي هو الاختيار الأول هيبقى 1 أس 26 زائد، هشيل الألف وحط 1 هيبقى 1 أس 27. طب ما هو الواحد لو ضربته 26 مرة بواحد زائد، والواحد لو ضربته 27 مرة برضه بواحد، وواحد زائد واحد يديني 2. هل الناتج اللي هو الاتنين ده هو ده الصفر؟ أنا عايزه صفر. طب هل ده صفر؟ يبقى الواحد ده ما ينفعش. طيب تعال نجرب السالب 1. هشيل الألف وحط سالب 1 أس 26 زائد، هشيل الألف وحط سالب 1 أس 27. أنا عندي هنا العدد ده بالسالب ولكن الأس زوجي فيطير السالب فهيبقى 1. ليه؟ لأن الواحد لما أضربه 26 مرة بواحد زائد العدد هنا بالسالب والأس فردي فينزل السالب، والواحد أس 27 بسالب 1. طبعا أنا عندي العدد ومعكوسه الجمعي لما أجي أجمعهم بيديني صفر، يبقى إيه اللي خلى المسألة تديني صفر؟ لما شلت الألف وحطيت مكانها سالب إيه؟ سالب 1. يبقى أختار الاختيار رقم ب. ده كان السؤال الأول. السؤال الثاني بيقول لي هنا طبعا أوجد قيمة ما يلي في أبسط صورة: سالب 2 على 3 أس 3 في تلت أس 2 أس 3 آسف على سالب 2 على 9 أس 2. همشي مع المسألة دي واحدة واحدة. طبعا أنا عندي هنا العدد ده بالسالب ولكن الأس فردي فينزل سالب، وهضرب 2 أس 3 ب8 وهضرب 3 أس 3 ب27، معناها إن التلاتة مضروبة في نفسها 3 مرات في 1 أس 3 1 في 1 في 1 بواحد، و3 في 3 في 3 ب27 على هنا العدد ده بالسالب ولكن الأس زوجي فطار السالب،
وهضرب الاتنين أس 2 ب4 و9 أس 2 ب81. معايا هنا السالب ادي 8 على 27 في 1 على 27. فاكرين لما كان يبقى عندي مسألة قسمة كنت بقلب العلى فيه وبقلب اللي بعد العلى، بدل ما 4 على 81 بتبقى 81 على 4. كده ما تنساش ان انا معايا سالب. واحد ممكن يعملها بالآلة الحاسبة، يقول 8 على 27 في 1 على 27 في 81 على 4. ولا التاني يقول لي انا هبسط. انا ممكن ابسط ال 27 مع ال 81، هقسم على التسعة. 27 على التسعة فيها التلاتة، و81 على التسعة فيها التسعة، والتلاتة والتسعة يتبسطوا تاني. 3 على التلاتة فيها الواحد، 9 على التلاتة فيها التلاتة. وأبسط كمان ال27 مع التلاتة اهي، ال27 دي على التلاتة فيها الواحد، و27 على التلاتة فيها التسعة. تمام. ومعايا كمان في البسط ده 8، ومعايا هنا المقام 4. فأنا ممكن أبسط ال8 وال4 على ال4، يبقى أقول 4 على 4 فيها 1، 8 على 4 فيها الاتنين. أنا نزلت السالب علشان ما انساهوش. كده أنا معايا في البسط كله ما عنديش إلا غير 2، وفي المقام عندي هنا 9 وهنا 1 وهنا 1. فلما اضربهم في بعض هيبقى 9، يبقى الناتج سالب 2 على 9. لو عايز تعملها بالآلة الحاسبة اعملها. الفقرة او السؤال الاخير اللي هو السؤال الثالث بيقول لي هنا طبعا ايه؟ بيقول لي اذا كانت السين بيساوي سالب نص، والصاد بيساوي 3 على 4، والعين بيساوي 3 على 8، يعني هو مديني قيمة للسين ومديني قيمة للصاد ومديني قيمة للعين. قيمة السين بسالب نص، قيمة الصاد ب3 على 4، قيمة العين ب3 على 8. اوجد قيمة المقدار س زائد صاد أس 3 على العين. أنا هشيل السين وأحط سالب نص. أنا كده معايا الكل تكعيب أهو، على هشيل السين وأحط سالب نص، زائد هشيل الصاد وأحط 3/4، هشيل العين وأحط 3 على 8. عملت إيه يا مستر؟ كل اللي أنا عملته شلت السين وحطيت سالب نص، شلت الصاد وحطيت 3/4، شلت العين وحطيت 3 على 8. هبدأ أجمع دول. عايز تعملهم بالآلة أعملهم، ولكن أنا برضو بحب إن أنا أخلي الطالب يشغل دماغه. أدي 3 على 8 زي ما هي. هو أنا عشان أوصل المقام ده للأربعة فأنا كده محتاج إن أنا أضرب هنا في 2 وأضرب هنا في 2. ليه؟ عشان تبقى 2 في 2 ب4 والمقام هنا 4. لما أضرب هيبقى سالب 1 في 2 بسالب 2، و2 في 2 ب4، زائد 3 على 4. برضو معايا الكل أس 3، ومعايا هنا 3 على 8. كده المقامات شبه بعض. هنا المقام 4 وهنا المقام 4. آخد 4 واحدة، وكده أشتغل في البسط ده مع البسط ده. سالب 2 زائد 3. لما يكون عدد بالسالب وعدد بالموجب بطرح واخد إشارة الكبير. ال3 هي الكبيرة إشارتها موجب، و3 ناقص 2 يديني 1. كده المسألة بقت بسيطة شوية. عندي ربع أس 3، دي معناه إن الواحد مضروب في نفسه 3 مرات ب1، وعندي الأربعة مضروبة في نفسها 3 مرات ب64، لأن 4 في 4 ب16، 16 في 4 ب64. هنا في على قلنا بنقلب العلى في، وبدل ما 3 على 8 بتبقى 8 على 3. قبل ما اضرب بسط ببسط ومقام في مقام، لو تلاحظ معايا ان انا ممكن ابسط ال64 مع ال8. ال64 وال8 موجودين في جدول 8، يبقى 8 على 8 فيها الواحد، و64 على 8 فيها ال8. تمام. كده اضرب بسط ببسط ومقام في مقام. بسط ببسط يبقى اقول 1 في الواحد ب1، و8 في التلاتة ب24، يبقى الناتج النهائي طلع ب1 على 24. وبكده انتهينا من حل الاختبار الأول. انتظروني في فيديوهات قادمة إن شاء الله، هنحل جميع الاختبارات الخاصة بملخص المعاصر 2023. لو انت أول مرة تسمعني اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.